بهذا السؤال يقول لي إذا كانت س 1 4 7 وعين علاقة معرفة على س كما هو موضح بالشكل. يقول لي فاختبر ما إذا كانت عين علاقة تكافؤ. تعال أول شيء نكتب العين، نكتب على شكل ثنائيات. عند الواحد مع الواحد، الأربعة مع الأربعة، الأربعة مع السبعة، أكتب 4.7، السبعة مع الأربعة، طبعا نبتدي بالأفقي وبعد الرأسي، والسبعة مع السبعة. أول شيء الانعكاسية، لازم كل عنصر يرتبط بنفسه، يعني لازم يكون عندي 1 1 4 4 و7 7 موجودات، معناته انعكاسية. أجي أكتب بما أن 1 ينتمي إلى س، 1.1 ينتمي إلى عين، 4 تنتمي إلى س، 4.4 تنتمي إلى عين، 7 تنتمي إلى س، 7 تنتمي إلى عين. إذا عين علاقة انعكاسية. السبب اللي لازم نحفظه، لأن لكل ألف ينتمي إلى س يكون ألف ينتمي إلى عين. التناظر لازم إذا لقيت ألف فاصلة باء لازم ألقى باء فاصلة ألف. طبعا المتشابهات يعني 4 4 1 1 7 7 هذا ما أختبرهن. عندي 4.7 و7.4 موجودة، معناته العلاقة متناظرة. أقول له بما أن 4.7 تنتمي إلى عين و7.4 تنتمي إلى عين، إذا عين علاقة متناظرة. السبب سبب التناظر اللي لازم نحفظه، لأن لكل ألف فاصلة باء ينتمي إلى عين فإن باء فاصلة ألف ينتمي إلى عين. حاليا ندرس التعدي. التعدي ندرس بس المختلفات. الواحد واحد بختبره، 4 4 مختبرها، 4.7 أروح أدور ثنائية تبتدي بالسبعة وما تكون 7 7، يعني أخذ السبعة 4. إذا حذفنا السبعة يظل 4 4 موجودة، تمام. أجي أختبر اللي بعد 7.4، أروح أدور ثنائية تبتدي بالأربعة اللي هي 4.7، أحذف الأربعة يظل 7.7 موجودة، معناته تمام أيضا، معناته تحقق شرط التعدي. فأكتب بما أن 4.7 تنتمي إلى عين و7.4 تنتمي إلى عين، 4 تنتمي إلى عين، 7.4 تنتمي إلى عين و4.7 تنتمي إلى عين، 7 تنتمي إلى عين. إذا عين علاقة متعدية، لأن هذا السبب لازم نحفظه. لكل ألف فاصلة باء تنتمي إلى عين وباء فاصلة جيم تنتمي إلى عين يكون ألف فاصلة جيم ينتمي إلى عين. صارت عند العلاقة انعكاسية ومتناظرة ومتعدية، معناتها علاقة تكافؤ.